أهلا وسهلا بيكم، مساء الخير في سيشن جديدة أو محاضرة جديدة أو ورشة جديدة في ورش الصيف اللي احنا بنقدمها في ستيميفاي أكاديمي أنا ومس علا. عندنا النهاردة إن شاء الله ورشتين حلوين جدا. الأولى إن شاء الله هنعمل قصة على كانفا، وهنقول برضو شوية حاجات كده على كانفا إن شاء الله حلوة جدا تفيدكم. السيشن التانية مع مس علا هتورينا مثال على الاكتف، مثال على الديفرنشيشن او التميز، وازاي احط مستويات مختلفه في اكتيفيتي واحد. طبعا طبعا برضه عشان نبقى متفقين انه موضوع الديفرنشيشن او التميز ده موضوع كبير جدا، والناس بتعمل فيه كورسات وبياخد فيه مش عايزه اقول يعني بياخد رقات، يعني بناخد ساعات من الشرح والتطبيق علشان اقدر اني اشرح ديفرنشيشن صح. بس احنا بما اننا في الصيف وعايزين برضو نطور نفسنا وان احنا نفكر بعض، فعاملين حاجة بسيطة كمثال. فده اللي ان شاء الله مس علا هتتكلم عليه. انا ان شاء الله السيشن بتاعتي دلوقتي هنتكلم على كانفا. وبما انه كانفا في ناس كتير قوي بتحبه، في ناس كتيرة بتستخدمه، في ناس لسه ما بتستخدمهوش، بس انا بشجع اي حد لسه مش بيستخدم كانفا انه يستخدم كانفا حتى لو بستخدم ادوات تانية، لانه الحقيقة هو بيسهل حاجات كتير. يعني كانفا لو انا عايزه اعمل بوكلت، لو انا عايزه اعمل قصه، لو انا عايزه اركب اعمل برزنتيشن، لو انا عايزه احط تعليق صوتي على برزنتيشن، لو انا عايزه اعمل اي حاجه، فبتلاقوا دايما حاجه من الحاجات دي موجوده في كانفا نعملها. فتاني، يلا بقى نبدأ مع بعض. أول ورشة معانا النهاردة اللي هي قصة على كانفا، وهعمل شير سكرين ونبدأ إن شاء الله. بسم الله. أيوة، نعمل شير سكرين كده ونسمي ونبدأ مع بعض إن شاء الله بإذن الله كله يطلع مستفيد. وحابة برضو في الآخر أكلمكم على كورس ستيم شوية، لأن احنا كورس ستيم إن شاء الله الراوند الجديدة هتبدأ يوم 17 أغسطس. اللي حابب يعرف أكتر هنتكلم عليها شوية في الآخر. طيب نبدأ، يلا نفتح كانفا. أول حاجة هنفتح كانفا، يعني عادي جدا ندخل على كانفا. وكانفا بقدر اخد الاكونت المجاني او اخد الاكونت التعليمي على كانفا، واستخدم كل القوالب اللي موجودة في كانفا مجانا طالما عندي ما يثبت اني بشتغل في التدريس. يعني لو انا عندي عقد مدرسة، لو انا عندي اختار توظيف، لو انا عندي حتى شهادة لمن يهمه الامر، ودي ممكن اخدها عادي من المدرسة، يعني اطلب من المدرسة ان انا عايز شهادة لمن يهمه الامر. او حتى في ناس عملتها بالكارنيه، الكارنيه بتاع المدرسة او البادج او الاي دي بتاعت المدرسة اللي فيها انه انا فلانة الفلانية بشتغل في المدرسة الفلانية، اسم المدرسة موجود بس. فده بيكون برضو اثبات. وفي ناس اخدت بيه كانفا تعليمي، ف ده مهم قوي. هوريكم الخطوات برضو بتاعتها ازاي. مش عارفة ممكن بالبطاقة ولا لأ يا مس إيمان، بس ممكن تجربي. جربي تاني يا هبة، واطلبي لو اترفض الاي دي اطلبي زي ما قلت كده، اطلبي شهادة لمن يهمه الأمر. ايه اللي حصل؟ أنا قفلت حاجة مش عارفة هي ايه، ولا أنا لسه عاملة شير؟ في حاجة حصلت؟ لا، الشير ظاهر صح. طيب اطلبي بس شهادة لمن يهمه الأمر من المدرسة وقدميها. طيب بقدم ازاي على كانفا التعليمي؟ زي ما قلنا بندخل على كانفا عادي جدا، وباجي من عند السيتنج بتاعتي من هنا من تحت عند الاسم بتاعي الإعدادات، وهدخل على plans and pricing. اهي دي، هدخل على plans and pricing، وهيفتح لي حاجتين، حاجة للأشخاص وحاجة للتعليم. أنا مش عايزة أدفع حاجة للشخصي، أنا عايزة أخده كانفا التعليمي علشان يفتح لي كل القوالب وكل التمبلتس اللي موجودة على كانفا. ثانية واحدة أهو، بصوا معايا كده أهو. ادي الانديفيديو اللي احنا مش عايزينه، احنا عايزين للإديوكيشن، فهنضغط كده على كلمة education وهتلاقوا بصوا teachers free اهو. teachers مجاني. حتى لو مدرسة، يعني مدرسة عايزة تقدم على كانفا انها تاخد كانفا للمدرسين بتوعها، ودي ممكن انتوا تقترحوها على المدرسة، برضو مجاني. يعني السكول والديستريكت برضو بيقدروا ياخدوا كانفا مجانا كمدرسة، وبعد كده هم يدوه للمدرسين، يدوا ايميلات للمدرسين، فبرضه هنا يقدروا يقدموا. فدي ممكن برضه انتوا تقترحوها على المدرسة ان هم يقدموا عليها لانها برضه مجاني. طيب
ثانية، هو الشير قفل، بس ثانية نرجع نعمل شير تاني. طيب، هبدأ معاك حاجة. الخطوة دي تاني هدخل على الإعدادات من تحت. أنا الصفحة بتاعت كانفا هي مفتوحة قدامي. تحت على الشمال. تحت على الشمال هلاقي عندي الاسم بتاعي في دايرة كده ملونة، فبضغط عليها فيفتح لي كل التولز والإعدادات والسيتنج بتاعت كانفا بتاع الأكاونت بتاعي. هلاقي في منها واحدة اسمها plans and pricing. تمام، بس هي لسه ما فتحتش، بس عندي اول ما تفتح. او ببساطة اقدر اني اكتب canva.com/education. يعني canva.com/education هيودوكوا عليها على طول، هوريكوا دلوقتي. اهي plans and pricing، نضغط كده على كلمة plans and pricing. اهو دخلنا. هضغط على كلمة education، هيفتح لي هنا اهو teachers، فهضغط على دي get verified. هيطلب مني شوية معلومات امشي على الخطوات اللي هو هيدهاني. ممكن يطلب مني اسم المدرسة ما يبقاش موجود عنده، عادي، مش مشكلة. هي اهم حاجة الإثبات بتاع إني في التدريس، إني معلمة في التدريس. حتى بصوا أهي ده اللينك ده انتوا ممكن عليه بيه على طول أصلا تدخلوا. ثانية هبعته لكم هنا، هيدخلكوا على طول. اللينك ده هيدخلكوا على طول على الجزء ده. تمام، اوكي اوكي، حلو جدا. نرجع بقى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده على كانفا. طيب، احنا النهارده هنعمل ايه على كانفا؟ احنا المره اللي فاتت كنا بنصمم نشاط، او قلنا يلا هنعمل اول نشاط او your first activity on Canva، او نشاطك الاول على كانفا. ودخلنا عملنا نشاط اللي هو ايه، كان اسمه all about me او meet the teacher تقريبا، صح؟ كان meet the teacher. طيب، وقلنا ان احنا اول ما بندخل بلاقي عندي في الصفحة الرئيسية حاجتين، كلمة هوم وكلمة templates. هوم وتمبلتس. هوم دي بتجيب لي الحاجات بتاعتي، تمبلتس لما اكون عايزة اعمل سيرش او افتح حاجة من الحاجات اللي موجودة على كانفا. بما اننا هنعمل قصة النهاردة، فانا هضغط على templates وهكتب A4. ليه؟ لان انا عايزه ورقه A4 فاضيه علشان ابدا انا اشتغل عليها واوريكم احنا ممكن نشتغل عليها ازاي ونعمل ايه. فانا كده فتح معايا templates، وبصوا بيفتح معايا اهي كل الحاجات اللي انا بقدر اعملها على كانفا. لو انا عايزه اجيبها من هنا اقدر. انا عايزه A4، فهكتب كده معاكم كلمه A4 يعني، او اكتب بس A4 وادوس انتر. وده اقدر زي ما قلنا اجيبه من هنا من كلمة template city، او من علامة البلس او الكرييت اللي موجودة عندي في الجنب. انا بس مستناه يظهر بس يشتغل. طبعا بعتذر للناس اللي بتحاول تحضر والعدد الروم كملت يعني. بس ان شاء الله هي بعد ما تخلص السيشن زي المرة اللي فاتت بإذن الله هتكون موجودة على اليوتيوب، على تشانل اليوتيوب، وبحيث انكم تقدروا تشوفوها. والسيشنز، تقول حلقات الورش بتاعت الأسابيع اللي فاتت موجودة على اليوتيوب، فتقدروا انكم تفتحوها. طيب، هنا مثلا ما فتحش معايا، عادي جدا هروح اضغط على بلس من هنا من الجنب من عند كلمة كرييت. هو بس ممكن مهنج بس شوية، واكتب A4. تمام، اوكي. بصوا فتحها معايا اهي تمبلتس كتيرة. طبعا بقدر اني اخد من التمبلتس اللي موجودة دي. يعني انا بس اقفل كده شوية. يعني بصوا اهو، لما انا كتبت A4 في التمبلتس طلع لي تمبلتس كتيرة جدا للاشكال او للديزاينات او للتصاميم اللي انا ممكن استخدمها. وانا ممكن اصمم انا على مزاجي اللي انا عايزاه، يعني انا مش لازم التزم باي حاجة من دول. فاحنا هناخد واحدة فاضية خالص، واقول لكم احنا هنبدأ نضيف عليها الحاجات دي كلها ازاي. هدوس على كريت بلانك. وعقبال بس ما تفتح، خليني اقول لكم انه كانفا كل الحاجات اللي احنا بنشوفها معمولة على كانفا دي ناس عاملاها اصلا، يعني ديزاينرز او مصممين او ناس عادية هما اللي بيصمموا الحاجات دي وبينشروها على كانفا بالاتفاق مع كانفا. طيب، دلوقتي هم عايزين او بيدوروا بشكل كبير على ناس بتعمل الكلام ده، مدرسين وبيعملوا ريسورسز باللغة العربية.
للعربي وللدين وللدراسات وأي حاجة بتدرس باللغة العربية. مفتوحة دلوقتي، بس الابليكيشنز مفتوحة بس دلوقتي للإمارات والسعودية، فانتوا تقدروا تقدموا. بس بتجهزوا بورتفوليو كده بسيط، انه ازاي انا يعني ايه، مش عايزة اقول مواهبي، بس انا بصمم ازاي شغلي في التصميم، بحيث انه ده لما بيتقبل بيكون ليه مقابل مادي مع كانفا. يعني هما اللي بيقولوا لكم بقى، او يعني على حسب الاتفاق بتاع التمبلتس، على حسب الناس اللي بتستخدم التمبلت دي بيبقى ليهم مقابل. ممكن ما تبقاش حاجة كبيرة قوي، بس هي الفكرة انه انا كده كده بعمل الكلام ده، فممكن اعمله واشترك واستخدمه على كانفا، او اكون يو كرييتور على كانفا بمقابل، مش كده. طيب كده بصوا، فتحت معايا الصفحة اهي، صفحة فاضية ما فيهاش اي حاجة. فنيجي بقى، انا عايزه اصمم انا القصه بتاعتي، انا عايزه اعمل قصه. طيب علشان اعمل قصه هحتاج حاجتين في القصه دي، هحتاج نص اللي هو التكست، وهحتاج كمان صور. هحتاج ديزاين للقصه بتاعتي، ممكن احتاج بعض الاسئله للقصه بتاعتي، على حسب ايه الحاجات اللي انا عايزه احطها. فاقدر اضيف الكلام ده ازاي؟ من اول حاجه هروح على الاليمنتس هنا من الجنب، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، قلنا ان انا عندي شريط ادوات في الناحيه الشمال، يعني في شمال الصفحه الاقي عندي شريط ادوات عليه كل الادوات اللي انا ممكن استخدمها، اللي منها الاليمنتس دي. فهضغط بس كده على كلمه elements. اقدر استعين بكانفا نفسه عشان اكتب انا القصة اللي انا عايزاها، او طبعا اقدر استعين باي اي تول تاني او اي حاجة تانية لو انا عايزة اجيب منها نص معين او كلام معين انا عايزاه. هو بس في حاجة في النت بطيء شوية، فالاليمنتس لسه لحد دلوقتي مش عايزة تفتح. اهي فتحت. طيب هنيجي هنا مثلا نكتب ايه اللي احنا عايزينه، فوليكن مثلا انا عايزة اعمل قصة عن آه، ايه مثلا، خلونا نعمل الفيل مثلا. عايزة صورة فيل دلوقتي، فأنا هكتب كلمة فيل كده، فيل أو elephant، يعني عادي جدا. بصوا هكتب فيل أو elephant. أنا عايزة صورة دلوقتي الفيل. بصوا طلع معايا أشكال كتيرة جدا، وحاجة من الحاجات برضو الحلوة قوي إن أنا الشكل اللي يعجبني بقدر إني أدوس كده على الثلاث نقط دول، فيفتح لي تحت هنا. هو مش ظاهر، دي ما عندهاش، بس دي ملهاش، بس في حاجات تانية ليها هوريها لكم دلوقتي، اني يفتح لي كل الحاجات التانية اللي شبهه. فانا مثلا عايزة استخدم ده، فهختار ده كده، فانا اخترت الشكل ده. طلع لي بقى حاجات تانية كتير هنا تحت اهو. بصوا ماجيك ريكومنديشنز، اعمل سي اول ويفتح لي كل الاشكال دي، فاقدر اعمل بيها اي حاجة، كل بقى الديزاين اللي انا عايزاه. وليكن مثلا انا هحط صورة الفيل دي هنا، وهاجي تحت اكتب، اختار كلمة تكست. وهنا هختار ايه بقى؟ هنا في التكست طبعا اقدر اني اروح على تشات جي بي تي واطلب منه قصة عن حيوانات الغابة مثلا، ويديني نص صغير مرح مثلا، او حلو، او اطفال، يعني مناسب للمرحلة طبعا اللي انا بتارجتها، او ان انا بوجه لها القصة دي، بحيث ان انا اخد الكلام ده. هنا ما عنديش انا كده، فانا هختار ماجيك رايت دي، وهكتب هنا اللي انا عايزاه. فانا هنا مثلا عايزة ايه؟ انا عايزة مثلا معلومات، او ممكن اقول قصة قصيرة، قصة قصيرة. بصوا بقى معايا، هكتب قصة قصيرة اهو، من 5 جمل عن الفيل، مناسبة للأطفال، اوكي، باللغة العربية. تمام، وهدوس انتر، هدوس على جنريت. تمام، حط لي اهو، هعمل انسرت، هيحطها لي هنا كده بالشكل ده. تمام. طيب الكلام مش باين قوي، انا حاسه انه لا، انا عايزه اظهر الكلام اكتر، فهروح رايحه على الاليمنتس، وارجع من الكلام ده اللي انا هستخدمه دلوقتي تاني، وهختار اني عايزه ريكتانجل. هقول لكم عايزه الريكتانجل دلوقتي ليه. انا عايزه ريكتانجل او مستطيل علشان احطه ورا
النص ده، لانه النص كده انا بالنسبة لي يعني مش باين قوي، او يعني ايه، عشان يبقى احلى ممكن نحط له كده مكان بس نحطه فيه او وراه. اللون مش عاجبني، فانا هرجع اغير اللون، بضغط كده على المربع واختار الالوان من فوق. اختار بقى لون مثلا مناسب للون اصلا، فاختار لي اخضر اللي هو مناسب للزرع اصلا اللي الفيل واقف عليه. تمام كده انا عملت اول صفحة. طيب انا عايزة اعمل صفحة تانية، ممكن استخدم نفس الصفحة دي كقالب او كتمبلت انا عايزة استخدمها بعد كده. فاروح هنا على الثلاث نقط وادوس دوبليكيت. دوبليكيت عشان اكرر الصفحة. اجي هنا اهو. طيب انا دلوقتي بقى مش عايزة ده، انا مش عايزة الفيل ده، فهمسح الفيل. تعالوا نختار حاجة تانية، نختار السلحفة. فانا اخترت كده ايه السلحفة دي. تمام، انا اخترت السلحفة. وهاجي هنا امسح ده، انا مش عايزاه. طب هعمل ايه دلوقتي؟ اروح رايحة برضو على التكست واضغط على ماجيك رايت واقول له نفس الحاجة، انا عايزة قصة قصيرة. قصة قصيرة مثلا عن السلحفة للأطفال باللغة العربية. فاهم؟ اوكي، وهدوس انتر. انا ما قلتش خمس سطور، انا عايزة 5 سطور. طبعا انا بحدد السطور ليه؟ علشان خاطر ما يدينيش حاجة كبيرة قوي او معلومات كتير، انا مش عايزة كل ده. ما عندكوش ماجيك رايت مش مشكلة، نعملها من لو الماجيك رايت مش ظاهرة عندكم، يبقى هي بتظهر بس في الاكونت التعليمي، فانا اقدر اعمله بتشات جي بي تي. وخليني اجرب معاكم دلوقتي برضو لو انا هعمله بتشات جي بي تي هعمله ازاي. هي نفس الفكرة، بصوا معايا ادي اهو كده. فادي كده انا عملت صفحة للفيل وصفحة بتاعة السلحفاة. اقدر اعمل الكلام ده بقى بتشات جي بي تي. تعالوا كده نروح على تشات جي بي تي لو انا مش ظاهر عندي الماجيك رايت. فانا هروح على تشات جي بي تي وهقول له مثلا انا عايزة اعمل، ادي تشات جي بي تي اهو. تمام، ثانية واحدة. اوكي، ده تشات جي بي تي كده ظاهر اهو قدامكم. تمام. انا هختار بس انا عايزة تشات دي دلوقتي، مش عايزة ورك، انا عايزة تشات. طبعا الورك دي ابديت جديد في تشات جي بي تي، حلو قوي للناس اللي عندها تشات جي بي تي التشات جي بي تي المدفوع. بتبقى حلوة جدا. ممكن تقدري تطبقي بعد المحاضرة أكيد، بس اسمعي بس الخطوات علشان الفكرة كلها في الخطوات، يعني التطبيق مهم. وأكيد أنا هستناكم تطبقوا وهقول لكم إزاي تبعتولي التطبيقات بتاعكم. يعني أنا هوريكم بس كل الخطوات، بعدين هسيبكم تطبقوا وتبعتولي اللينكات على الواتساب بالتطبيقات بتاعتكم بشغلكم، هقول لكم إزاي. طيب هاجي هنا هكتب بقى في تشات جي بي تي أنا دلوقتي عايزة أعمل قصة أو مجموعة من القصص القصيرة. بصوا، مجموعة من القصص القصيرة، أو معلش يعني لو أنا، أوكي، مجموعة من القصص القصيرة للأطفال. أوكي أهو. عايزة مين؟ أنا عايزة، وهقول له بس كل قصة الأول عشان أحدد كل، طبعا لما أحدد أكتر كل ما تبقى أفضل. كل قصة 5 سطور. كل قصة 5 سطور عن حيوانات بقى اللي هي ايه، وهقول له الحيوانات اللي انا عايزاها. اوكي، الحيوانات اللي انا عايزاها هقول له عايزة الفيل، وعايزة السلحفة، وعايزة مثلا الزرافة. وممكن اختار في حاجة تانية، هو هنا كان مدهاني في الاشكال في الصور حاجة تنفع تانية. طبعا بختار بس من الحاجات اللي موجودة فيه القرد ده شكله كيوت برضو. القرد. طب دي مناسبة لإيه؟ دي مناسبة أنا بوريكم الفكرة. يعني إيه أنا بوريكم الفكرة؟ يعني إحنا بنشوف فكرة إن أنا أعمل القصة. أنا بقى أطبقها إزاي؟ ده على حسب بقى أنا طريقتي وتفكيري. يعني مثلا، اوكي حلو أوي، ماشي، جميل أوي يا ملك، جميل. على حسب أنا طريقتي ممكن أنا أعمل الكلام ده إنه يعني أشرح جزء معين من الدرس على لسان شخصيات معينة بشكل قصة. أعمل صور أو أحول الدرس بتاعي لشكل صور، لصور، واكتب تحت الصور قصة قصيرة أو يعني باراجراف صغير.
عن الحاجة اللي موجودة في القصة اللي فوق دي أو الصورة اللي موجودة فوق. ممكن أعملها بشكل إنه كمان يكون في أسئلة، يعني بعد كل صفحة في صفحة كمان فيها مجموعة من الأسئلة اللي بتسأل على الصفحة اللي قبلها. وبما إننا كمان في الصيف وأكيد إحنا أولادنا زهقانين، أو يعني معارفنا كمان زهقانين، يعني لو تعرفوا حد صغير أو كده بتقدروا تعملوها تسلوهم بيها. ولو عندنا كبار نعلمهم يعملوها، يعني احنا بناخد التول او بناخد الفكرة. ممكن انا اعمل الكلام ده للصغيرين ينبسطوا بالحاجة ويقروا، وممكن الكبار اعلمهم يعملوه ويتسلوا بيه. برافو برافو يا ملك. ملك بتطبق اهي. ثانية يا ملك بقى عشان اقولك هتديني الكلام ده ازاي. فاهو تشات جي بي تي اداني الكلام اللي انا عايزاه، هاخده اروح بيه هنا على كانفا وابدا اكمل بقية القصة بتاعتي. طيب انا عايزة صفحة كمان، هعمل واحدة كمان وهعمل صفحة اللي هي الكفر او الغلاف. هعمل دوبليكيت اهو. وتعالوا ندور على فين الزرافة، عشان انا كنت طالبة زرافة. اهي الزرافة اهي، عشان انا بحب الزرافة. ادي الزرافة عشان شكلها كيوت بس. اهي ادي حطيت الزرافة كده. تمام. اوكي جميلة. لا مش عاجبني الشكل، بوظها. اهو خدت الزرافة. طبعا انا ممكن احط الكلام جنبها، وممكن احطه يعني كده بالشكل اللي احنا عاملينه ده، مش لازم اخد اشيل ده. او اعمل اجي هنا، انا عايزة بتاعت الزرافة. فين بتاعت الزرافة؟ اهي. دي قصة الزرافة اللي تشات جي بي تي كتبها لي. هاخدها كده من تشات جي بي تي وهاجي هنا اهو بيست. تمام. فحط لي قصة الزرافة بتاعتي. تمام. تعالوا بقى نعمل غلاف. هنعمل غلاف وبعدين اخليكم تشيروا معايا. انا عايزة اعمل غلاف دلوقتي، فانا عايزة صفحة فاضية، وهشد الصفحة الفاضية هنا في الأول. فجيت هنا أهو، وعايزة أعمل غلاف عن حيوانات الغابة. عادي جدا بقى، ممكن أختار صورة من الصور اللي هنا دي فيها مثلا هكتب animals بس، عشان أنا عايزة مجموعة من الانيمالز يعني أو أنا هكتبها بالإنجلش أهو animals. تعالوا نشوف أهي. دي صورة حلوة أهي فيها كل الحيوانات كده اهو. تمام. هنحطها كده. جميلة جدا جدا. تعالوا بقى نشوف عنوان. عشان نحط العنوان هروح لتشات جي بي تي. ممكن اختار عنوان، بس انا عايزة عنوان، فانا مش مفيش في بالي دلوقتي عنوان مثلا. فانا هسأل شات جي بي تي عنوان للقصة او عنوان للكتاب. اوكي. عقبال ما هو يقترح لي عناوين نبدأ نشوف. لو عايزة أعمل ديكورات معينة، لو أنا عايزة أحط ديزاينات معينة، فالديزاينات دي موجودة فين؟ برضو موجودة في الاليمنتس. يعني لو جيت في الاليمنتس مثلا كتبت مثلا كده دودلز، بصوا كده معايا، هيفتح لي بصوا حاجات كده بالشكل ده. انتوا شايفين طبعا صح؟ اهي بصوا مثلا. طبعا في حاجات هتطلع لكم فري، حاجات ما يعني مجاني، او حاجات فري عادي. حتى لو جينا بصوا هنا، لو جينا دوسنا على العلامة دي، علامة الفلتر دي اللي هنا، اقدر ادوس على كلمة فري وادوس ابلاي. هيفتح لي الحاجات المجانية بس. يعني انا اقدر برضو استخدمه بس بالحاجات المجانية. فانا مثلا اخد النجوم دي مثلا كده، مثلا ديزاين مثلا. يعني انا بس بجرب بس معاكم يعني، تجربة يعني. انا بحط اللي بيظهر قدامي دلوقتي. تعالوا بقى ناخد العنوان. حكايات أصدقاء الغابة، حكايات كذا كذا، مغامرات صغيرة في الغابة. ناخد العنوان ده ونيجي هنا. يلا بقى نحط التكست. يلا هنحط بقى التكست دلوقتي اهو. التكست بوكس عشان انا عايزة بوكس بس فاضي للكلام. عشان اجي هنا احط النص بتاعي او العنوان، اكبر من هنا كده. بصوا معايا اهو، ادي كبرناها كده بالشكل ده. طيب انا عايزه احط لها برضو بوكس ملون، فاخد البوكس الملون ده كده كوبي، وارجع هنا ادوس بيست واعمل كده واصغره بس شويه عشان يبقى قد الكلام اللي وراه اهي هنا. طيب البوكس ده مخبي على الكلام، اعمل ايه؟ البوكس ده مخبي على الكلام، ادوس على الثلاث نقط واختار كلمه لاير. ثانيه واحده، ده مخبيها.
هدوس على كلمة لاير واعمل send back كده، وطلع الكلام كده بالشكل ده. طبعا اقدر اضيف اي بقى حاجات تانية لو انتوا عايزين تكملوا الديزاين، بس ايه كده احنا ايه خلصنا مبدئيا جزء من الحاجات. طبعا بقدر اعدل بقى زي ما انا عايزه، احط ديكورات، احط فريمات، زي ما انتوا عايزين يعني. طيب هتشيروا لي ازاي انتوا الكلام ده؟ ثانيه واحده عشان اقول لكم هتشيروا لي ازاي، وبعدين اسيبكم تشتغلوا تبعتوا لي بقى الحاجات اللي انتوا عملتوها. هروح على كلمه شير، اروح على كلمة شير، واقدر من هناك اعمل داونلود لو انا عايزة. بس انا مش عايزاكم تعملوا داونلود، انا عايزاكم تعملوا public view link اهي دي، شايفينها؟ public view link هندوس عليها كده، وهنيجي هنا ادوس على create public view link اهو كده، هيديني رابط اهو. بصوا اللينك اهو كوبي، وابعتوه على الواتساب. يلا ابعتوا، انا هفتح بس اشوف بقى المسجات اللي انتوا كتبتوها اهو. ده كده الشغل اللي انا عملته، يلا ابعتولي كده على الواتساب الحاجات اللي انتوا عملتوها. اوكي، مين؟ انا هعيد سريعا احنا عملنا ايه، بس انتوا قولولي كده مين اللي طبق وطبقتوا عملتوا ايه، وابعتولي على الواتساب. انا مستنية لينكات الواتساب. يلا مين خلص يبعتلي اللينك. ارسلت على الواتساب، اوكي. ثانية واحدة. ايوه مس اميرة بعتت. آه، طب كل دي مسجات، انا ما ظهرتليش المسج. مالك بعتت اهي. طيب ازاي نستخدمها في الفصل؟ ممكن انتوا تقولوا لي كده افكاركم، لو قولوا لي وانا بعد كده برضو هتكلم معاكم ازاي ممكن نستخدمها في الفصل، وميس علا برضو ممكن تقول لي. قولوا لي انتوا تفتكروا الحاجات دي انا ممكن استخدمها في الفصل ازاي. حد ممكن يقترح؟ ممكن اعادة؟ حاضر يا مريم، ثانية واحدة هعيد. قولوا لي كده ممكن نستخدمها في الفصل ازاي. شكرا ليكم جدا. انبسطت قوي معاكم في السيشن النهارده عن قصتك الاولى على كانفا. طبعا قد يبدو الموضوع بسيط يعني، بس هو هي كلها ادوات انا بقدر ان انا استخدمها باكتر من طريقه. يعني انا اقدر استخدم ده في زي ما انتوا اقترحتوا كده وقلتوا افكار كتيره جدا، استخدمها في اول الحصه، في اخر الحصه كتلخيص للحصه، استخدمها كاسئله، استخدمها كنشاط للاطفال، استخدمها كنشاط اعلمه للكبار ان هم اللي يعملوه. يعني كانت مسعوره بتتكلم دلوقتي على ستيم، وفي الاطفال اللي عايزين يعملوا مشاريع، الانتربرينورز يعني الصغيرين، فانا ممكن اعلمهم حاجه، مهارة معينة يستخدموها، ما يمكن دي يعملوا بيها حاجات بعد كده لأصحابهم، يعرضوا بيها شغل للمدرس. يعني ما أقصدش يبيعوا بيها، أقصد يساعدوا بيها بعد كده المدرسين لما المدرس يحب يعوز يعمل حاجة معينة، فتلاقي الطالب يقول له اه أنا ممكن أعمل لك كذا، ويقترح عليه أفكار. فطبعا الحاجات دي كلها ممتعة بالنسبة لهم جدا إن هم يعملوها، خصوصا إنها ليها علاقة بالتكنولوجيا. هم أي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا بينبسطوا بيها قوي، فبتبقى حلوة كمان ان احنا نعلمها لهم. وشكرا لكم جدا، اشوفكم ان شاء الله السيشن الجاية دلوقتي مع ميس علا، وكمان الاسبوع الجاي. وهي وقف ريكوردينج بس، وكده نستوب ريكوردينج.